انتبه، لا تحجز فندقك في تركيا اونلاين قبل ما تسمع هذا الكلام. ممكن تخسر فلوسك وتتوهق في سفرك. اشهر 3 حالات ممكن ينصبوا عليك اذا حجزت فندق اونلاين في تركيا. الحالة الاولى انك تحجز في فندق غير معروف، الفندق ليس ماركة عالمية، ولما توصل على الفندق يطلع الفندق اساسا مو فندق، ممكن تطلع شقة عادية او تطلع الغرفة عبارة عن قبو، وتكون الصور اللي شفتها في الاونلاين مسروقة من فندق اخر. الحالة الثانية فخ السعر الخرافي والرخيص، ولما تحجز وتوصل على الفندق تكتشف ان الغرفة لا فيها تكييف ولا فيها خدمات ولا في خدمات فندقية من الاساس، والموقع مستحيل انك تسكن فيه ولو حتى ليلة واحدة. والحالة الثالثة والاخيرة، وهي الحالة الاخطر والاكثر انتشارا في الفترة الاخيرة، انك تحجز فندق عن طريق اشهر المواقع الالكترونية مثل موقع بوكينج. يكون حجزك نظامي وما فيه أي مشكلة، وتتفاجأ بعد فترة أنه إدارة الفندق عم تتواصل معك وعم تطالبك تدفع كامل المبلغ. ولما تدفع كامل المبلغ وتوصل على الفندق رح تتفاجأ أنك مالك دافع ولا ليرة للفندق. الحقيقة بيكون أنه هذا الموقع مخترق من قبل قراصنة، وهي القراصنة هي اللي تواصلت معك وخلتك تدفع المبلغ. ونحن في إكسبلور اسطنبول تعامل معنا آلاف الأشخاص من المملكة العربية السعودية خصيصا ومن الخليج بشكل عام، والحمد لله كانت التجارب كلها ممتازة. وقبل ما نحجز لكم أي فندق نروح نزوره بشكل شخصي ونتأكد من كل تفاصيله. وحجزك معنا بيعطيك عدة ميزات، أهم هذه الميزات خدمة دعم العملاء على مدار 24 ساعة وباللغة العربية، ومع إمكانية الإلغاء قبل الدخول إلى الفندق ب 24 ساعة. والأهم من كل هاد أنك تاخذ سعر أفضل من جميع المواقع الإلكترونية.